عارفين احساس؟ لا انا ما عملتش حاجه، الكتب هي اللي نادتني. كانت اخر مره اروح فيها معرض الكتاب وقلت له مش هجيب كتب، يعني اخر مره ومعرض الكتاب خلص فخلاص، بس ما قدرتش. الكتب هي نادتني. وبعدين انتوا كنتوا قايلين لي على كتب انتوا عايزيني اجيبها واقراها معاكم عشان نراجعها سوا، فاللي هو ازاي فوت لكم طلب؟ بعدين انتوا طول فتره المعرض كنتوا باسطيني قوي في كومنتاتكم، والناس اللي قابلتها في المعرض كمان كانت ردود فعلها حلوه قوي اول ما شافتني. فازاي كل ده ما يخلينيش ما اجيبش اعمال انتوا طالبينها مني؟ حصيله صغيره قد كده ومستنياكم تكتبوا لي في الكومنتات انا تقريبا جبت كام كتاب السنه دي من معرض الكتاب. جمعوا لي كده العدد ووروني اجاباتكم، وخلونا نبدا فيديو النهارده. ومستنيه منكم الكومنتات بتاعتنا اللطيفه، ومستنيه نتقابل في معارض جايه. جايز يبقى في معارض جايه مهمه اروح احضرها واشوفكم فيها. فخلونا نبدا فيديو النهارده ونشوف الكتب اللي انا جبتها من معرض الكتاب واخر حصيله كتب انا اشتريتها. والله انا ما كانش قصدي الكم ده. تحبوا نبدا بانهي؟ انا هقول لك. خلونا نبدا باول عمل لمازن محمد، عشان انا كنت متحمسه جدا اقراه من السنه اللي فاتت. مازن من اكتر الناس اللي انا متابعاها بتتكلم عن الكتب، ودايما بحب اقراه وطريقه مناقشته الاعمال. فما بالك لما كل ده يتجمع في كتاب هيحصل ايه؟ روايه على حافه الانهيار لمازن محمد، اصدار دار تشكيل للنشر والتوزيع. فانا متحمسه اقرا العمل ده ومتحمسه اراجعه معاكم، وبتمنى يكون افضل مما اتوقع. نيجي لتاني عمل انا جبته وكان من دار نشر الشروق. تفتكروا المره دي انا رحت دار الشروق ليه؟ مين اكتر كاتب مريم بتحب اعماله؟ برافو اللي قال دكتور محمد طه. برافو برافو برافو. انا اتفاجئت ان هو عامل كتاب جديد وما قدرتش اقاومه. في دايره الرحله، الحب والوعي والاحلام. تخيلوا دكتور محمد طه اصلا دايما بكتاباته بيعلمك حاجات مختلفه وبيخليك تكتشف تفاصيل مختلفه. عمري ما قرات له كتاب الا وانا طالعه منه معلومات مهمه جدا. فما بالك بقى بعمل جديد بعد تقريبا 4 اعمال؟ العمل ده هيكون ازاي؟ وحجم العمل كبير شويتين، بس هنقراه ونراجع تفاصيله. فكرة ان اغلب الاعمال اللي انا جايباها السنه دي حاسه ان هي ما بتتراجعش في فيديو واحد، خصوصا الكتب اللي ليها علاقه علم النفس تطوير الذات، كلها احجامها كبيره قوي وكلها دسمه بالمعلومات. فبحس ان انا عشان اخلصها هبقى في النص بعمل لكم كده روايات كتيره قوي عبال ما اخلص العمل وابدا اقسمه على فيديوهات برضو هتكون كتيره. بعد كده انا اخدت بعضي ورحت دار الكرمة، جبت منها عملين مع اني كنت عايز اجيب اعمال اكتر بس مش مهم. واول عمل جبته هو اخوات الطبقه المتوسطه لعمر طاهر. الصراحه العمل ده انا جبته لان شفت مازن محمد بيتكلم عنه وعجبني راي مازن محمد فيه، فقلت اقرا العمل ده ونشوف هيعجبني ولا لا. وبالمناسبه انا اول مره اقرا لعمر طاهر. وتاني عمل جبته هو مكتبه الكلمات المفقوده ترجمه ايناس التركي. العمل ده شفت ناس كتيره قوي بتتكلم عنه، فده خلاني متحمسه ان انا اقراه. واخر اعمال معانا من دار دون ودار عصير الكتب. تفتكروا العمل اللي كان من ترشيحكم كان من انهي دار، عصير الكتب ولا دار دون؟ المهم خلونا في دار دون ونسيب ترشيحكم في الاخر. دون جبت منها 3 اعمال، وعشان جبت منها 3 اعمال كان عاملين هديه بسيطه وهي النوت بوك دي كانت تحفه بجد. المهم 3 اعمال اللي انا جبتهم، عمل حسيته شبهي قوي اللي هو هنا امرأة تعمل من المنزل. بما اني دايما يعني بغض النظر عن شغل السوشيال ميديا، بس انا دايما شغلي بيبقى اللي هو ريموتلي او من خلال البيت اللي هو شغل الماركتينج وكده، فحسيت العمل ده بيشبهني قوي. لو انا عايزه اقراه هتقولي ايه؟ وتاني عمل جبته الدكتوره نرمين نحمد الله وهي وعد على ريش حسون. تفاصيل العمل كانت بتقول لي اقرأيني. الروايه دي مش اول روايه اقراها للدكتوره نرمين، انا قرات لها اعمال كتير واللي متابعني هيبقى عارف ايه الاعمال اللي انا رجعتها معاكم للدكتوره نرمين. عايزاكم تبقوا متحمسين قوي للعمل ده زي ما انا متحمسه. واخر عمل حسيته احنا كلنا محتاجينه او الجيل ده بالذات محتاجه، هو كيف يتعافى الطفل بداخلك. كتب عجباني قوي من اصدار دون انها بصوا الغلاف بتاعها مش ضعيف، فانا متحمسه للاعمال دي وحاسه ان انتم متحمسين ليها، وهنطلع منها بمعلومات اللي هو مش مجرد تسليه، لا انا جايه افيدني وافيدكم. اخر اعمال معانا جبناها من عصير الكتب. ايه ده في دار نون يا جماعه، عصير الكتب دار نون، ازاي نسينا دار نون؟ خلينا في دار نون، عصير الكتب في الاخر. دار نون جبت عمل لدكتوره اماني علاء، وهتقولوا لي ليه؟
هقول لكم لان احنا قرانا لها عمل قبل كده وعجبنا جدا، كان المدام سنجل، فما بالك ده كل الطرق تؤدي الى تروما. هيكلمنا عن ايه؟ دكتوره اماني اصلا خريج كليه اداب قسم علم النفس، وكمان لايف كوتش واستشاري علاقات اسريه وتعديل سلوك. فانتوا متخيلين العمل ده هيكون ازاي؟ دار نون كمان ادوني جيفت. شايفين تفاصيل البوك مارك دي؟ اخر عمل معانا وكان من ترشيحكم، وتتخيلوا كان ايه؟ ايوه هو بالظبط. انا اتفاجئت ان اللهم بارك هو الطبعه الكام يا مريم؟ 35. متخيلين؟ واحد اليعقوب. انا متحمسه جدا اقراه، وعشان من ترشيحكم فعايزاكم تبقوا متحمسين معاه. تحبوا نراجعه امتى؟ المهم انا كده ابقى شاركتكم حصيله الاعمال اللي انا جبتها في معرض الكتاب اخر مره، دول اخر مره، وفي حصيله تانية انا جبتها وعملتها في فيديو تاني. فعايزاكم تشوفوا كل الحصيله وتقولوا لي انا جبت كام كتاب، بالاضافه تقولوا لي حابين نبدا بانهي عمل نتكلم عنه. انا في عمل فعليا خلصته وهكلمكم عنه، وفي عمل بدات فيه، فعايزاكم تكلموني برضو عن عمل عايزيني اقراه وبسرعه وارشحه لكم. مستنيه منكم الكومنتات بتاعتكم. اشوفكم على خير.